يا مساء الورد عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا باحسن صحه واتم حال. وحشتوني كتير قوي قوي قوي. انا بتاسف عن غيابي ده والله، بس حاجه غصب عني، معلش سامحوني بقى. كنت تعبانه شويه، فالحمد لله اول ما شديت حيلي كده قلت ايه اما اصور معاكم وصفه سهله وبسيطه، لان والله احنا زهقنا من الاكل، كل يوم اكل اكل اكل، فبقتش والله يعني الواحد زهق، رغم ان احنا في الصيف ومش طايقين طبعا الطبيخ زي ما انتوا عارفين. فانا ايه قلت ايه نقضيها حاجات سهله كده ونواشف، هي مش ناشف ولا حاجه يعني، بس ايه دي اكله كامله متكامله زي ما بيقولوا عليها. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول، اهم حاجه نصلي على سيدنا محمد. تمام، واكتبوا لي في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا محمد. ماشي، واهم حاجه اللايك الجميل بتاعكم اللي بيرفعوا ايه من الفيديو بتاعنا. يلا بقى نشوف معانا ايه. انا خرطه بصلايه حلوه كده على ايدي، ولو عندك صدر فرخة تمام، ما عندكيش ممكن تشتري، يعني هو مش مكلف. بدل ما تروحي تجيبي فرخة بالشيء الفلاني، لا هاتي صدر فرخة، او لو عندك وراك قطعيها مكعبات طبعا، ولو بتعرفي تخليها خليها تمام. ومعانا بقى الطماطم بتاعتنا، يلا بينا نصلي على سيدنا محمد. انا بس هولع كده الايه البوتاجاز بتاعنا، بسم الله. تمام، فهنا بقى ايه انزل شوية زيت كده محترمين. طبعا احنا ايه الخلطة الحلوة بتاعتنا دي انا هعملها هنا. ماشي يا حبايب قلبي، انا حطيت الزيت اهو، احط بس ايه معلقه سمنه كده نطعم الايه الخلطه الحلوه بتاعتنا كده، يعني تدلعي الاكل كده بحاجات بسيطه هتفرق معاكي في الطعم. ماشي، عين بقى السمنه بتاعتنا ننزل بقى بالايه بالصدر الفرخه الايه الحلو ده، بسم الله. ايه طب حوضتي شويه، حاضر كده. قطعها على المنشف. اهم حاجه ايه ما تقلبيش، خلي بس ايه تبعدهم عن بعضهم كده. معانا طبعا ثوم مهروس، وايه ضربه في الخلاط تطفأ ميه. ماشي، طبعا واحنا واقفين بنعمل نشوف بقى ايه هنعمل تاني ايه مكون معانا في الوصفه بتاعتنا. نستني بالله كده. كده نولع الواحده بتاعت كويس. ماشي، ننزل بقى بالايه الزيت. طبعا اكيد كلكم عرفنا احنا هنعمل ايه، صح ولا ايه؟ هنا انا حاطه بصوا الزيت اهو يقدح. ماشي، اول ما يقدح بس كده اروح نازله عليه بالايه بالطماطم. انا مستنيه كلنا نعشق الاكله دي وبنروح نجيبها من المطاعم. طبعا اعمل لكم احلى طاجن مكرونه بالفراخ. هو صدر فرخه يعني انا اللي كان موجود عندي في الفريزر قلت اقضي بيه، بدل ما ناكلها كده من غير اي حاجه، قلت لا اما ادخل فيه الصدر ده اهو. بصوا ما شاء الله تمام، شايفين كده تاخد لون بس كده. وهنا ننزل بالطماطم بسم الله. ننزل بقى بايه في التوابل بتاعتنا الجميله، ادي الملح، طبعا ايه ننزل بالتوابل بتاعتنا هنا وهنا. ماشي، نحط الدجاج بتاعنا برضو اهو. عندك بقى اي بهارات حطيها ضيفيها معاكي. ماشي، هنا بقى ننزل بالبصله بتاعتنا الجميله. قلبي بقى كده. عايزه تحطي بقى لحمه مفرومه وتعصجيها، هي نفس الخطوات، بس الفرق ان انت بتعصجي اللحمه بقى. طبعا احنا كلنا عارفين اللحمه بتتعصج ازاي.
نولع عليها شويه كده، نحط ملحنا برضو هنا. تمام. رشه سكر بسيطه برضو عشان خاطر الحموضه. نقعد نقلب بقى كده لغايه البصله لما تدبل شويه ونطفي عليها. هنا طبعا احنا حطينا كل حاجه اهو زي ما انتم شايفين. ننزل بقى بايه؟ حته تومه كده اهو. نخلص كده يا حبايبي. نرجع لكم بعد ما البتاعه ايه الصلصه تتسبك ودي تستوي. هنا بقى حبايب قلبي سبتها شويه كده، طبعا طفيت على التعصيب ده اللي هي الصدور الفراخ. هنا احط بقى ايه، لو عندك صلصه حطي معلقتين. طب بصراحه كان عندي صلصه اللي هي عادي صلصه تسبيك عاديه. تمام. حطيتها عليها زي ما انتم شايفين كده. بس بقى تزودي ملحك عشان تبقي ايه عارفه كل حاجه مظبوطه عليك. تظبطي كده الملح بتاعك عشان طبعا الحاجه ما تطلعش حادقه قوي ولا دلع قوي. هزود بس ايه شويه ميه كده عشان ايه لما اجي اسخن ميه بس عشان ايه لما اجي ازود الصينيه يبقى الميه سخنه عشان ايه المكرونه ما تعجنش. تمام كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا بزود الملح عشان ايه لسه هزود ميه عشان لما اجي بس ايه اعملها كده ما تبقاش ايه دلع ولا ايه ملهاش طعم. جاهز بقى الصينيه كده عقبال ما الميه تغلي. ماشي. طبعا انا حاطه ايه دهنها زيت لان انا ما عنديش الصواني اللي هي البايركس ولا الطواجن الفخار. فيعني بصراحه انا قلت ايه اسهل على نفسي كده ما اوقفش حالي ايه على حاجه مش موجوده عندي. تمام. طبعا يا حبايب قلبي نزلت الخلطه. معلش التليفون اتفصل. الحاجات اللي عندنا ده ماشي. نسويها بقى ايه على قد ما تقدري اهو. طبعا هي مش هتنزل ايه يعني مظبوطه في الصينيه يعني في القالب زي ما بتنزل في الايه الصواني الفخار. هنا بقى حاطه المكرونه. تمام. نيه ما تقلقيش هتستوي معاكي برضه يا حبايب قلبي على قد ايه ما الصينيه تغلي. طبعا نعمل حسابنا اللي هي لسه هتستوي فايه مش عايزه انا من الصينيه على الاخر عشان ايه طبعا لما بتستوي بتزيد معايا اهو زي ما انتم شايفين كده. تمام. ننزل بقى الايه بسم الله الرحمن الرحيم الصلصه. اخد كبشه بس معلش كده عشان ايه احس ان هي كلها ايه اتسقت من الصلصه. بصوا هطفي هنا هزود كده زي ما انتم شايفين. لو حسينا ان هي عايزه تاني هنحط. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بتكوني مظبطه الملح ومظبطه التوابل وكل حاجه عندي. هنعرف بقى ازاي ان هي يعني العدل مظبوط هقول لكم دلوقتي.
طبعا المكرونه دي اكياس، ما تقلقيش مش هتعجن منك ولا حاجه. بقى كده تمام. طبعا تكوني مشغله الفرن في الرف الوسطاني، وتحطيها بقى نص ساعه وتطلعيها. ماشي، هو كده ايه مظبوط معاكي. ما تحطيش اكتر من كده عشان ما تتعجنش منك. هسويها بقى يا حبايب قلبي واوريها لكم في الاخر. هنا بقى حبايب قلبي كنت طلعت الطاجن اهو واستوى، ما فيهوش اي حاجه يعني الحمد لله. يدوبك بس ايه اقلبه، بصوا عشان تعرفوا حتى اللي هو ايه استوى. ماشي. فانا بقى ايه هقلبه بس شويه كده لان هو سخن ومش هعرف اقلبه دلوقتي. تمام. واتقلبت قلبه ما اتقلبش يعني بقلبي. انا طلعت الصينيه اهو وقلبتها، قلت اشوف اتقلبت معانا، ما اتقلبتش بقى ايه انا ونصيبي. تعالي خدي امسكي كده معدل الصينيه. ماشي. هو انا ايه حاطه صينيه جوه صينيه، ربنا يستر. بصوا والله سخنه ملهلبه بصوا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، والله تحفه. ايه رايكم؟ زي ما انتم شايفين كده اهو، ولا بايركس ولا اي حاجه. ايه رايكم بقى يا حبايب قلبي؟ اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وطبعا هو ايه في حاجات وقعت منه بس كويس يعني الحمد لله. هو ايه طلع معانا قطعه واحده كده الحمد لله عادي. طبعا هو مش هينزل سليم، بس انا قلت احاول بس ايه اقلبه لكم عشان تشوفوه. وما شاء الله مستوي والله العظيم. يعني ايه هوريكم برضك عشان ايه هو اصلا سخن والله مش عارفه. بصوا ما شاء الله، ولا معجن ولا ني حاجه كده، اخر فخامه. قولوا لي بقى ايه رايكم في الكومنتات. واذا كان عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش بالله كل اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ومن هنا الفيديو القادم هقول لكم ما توحشوني واسيبكم في رعايه الله، ويلا مع السلامه، باي باي.